أهلا بكم مشاهدينا في IT شو مع أحمد يوسف. أقوى القنوات الإخبارية الناطقة باللغة العربية، كان هذا أحد الملفات لمجلة فوربس الذي سوف نتحدث عنه في هذه الفقرة الأولى قبل أن نذهب إلى محاورة ضيوف هذا اليوم. بالأمس تحدثنا عن أقوى المواقع الإلكترونية للصحف العربية حضورا على الإنترنت في عام 2011، واليوم نتحدث أيضا في الملف عن أقوى المواقع الإخبارية التي تتبع القنوات الإخبارية حضورا على الإنترنت والناطقة باللغة العربية. المقارنة هنا في هذه الإحصائية كانت من مجلة فوربس. لابد أن أشير أن التقييم كان ربما مردوده رجع إلى أليكسا في الترتيب، وأليكسا ليس دقيقا كالتقييم الذي تحدثنا عنه بالأمس الخاص بمواقع الصحف العربية والخاص بجوجل أناليتكس أو البرنامج الخاص بجوجل الذي يحلل بدقة ووضوح مدى الداخلين أو الزوار على المواقع الإلكترونية ومدى المكوث، وهو برنامج دقيق جدا وواضح جدا، لكن أليكسا ليس دقيقا تماما. على أي حال يظهر معنا الملف على الشاشة الآن، وصحيفة أو مجلة فوربس الشرق الأوسط وأقوى القنوات الإخبارية الناطقة بالعربية حضورا. طبعا انحصرت التقييمات ما بين العربية والقناة الإخبارية الفرنسية والروسية وروسيا اليوم يعني، والبي بي سي العربية. تم اختيار هذه الأربع قنوات، ولم نرى مثلا الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع الأخبار المصري أو قناة الحرة. لا أعرف لماذا، حتى لو كان التقييم أقل من الآخرين أو على مستوى الآخرين. على أي حال اللي أنا عاوز أقوله واللي أنا عاوز أحلله في هذه الفقرة كما نرى، قناة العربية استخدمت شعار هو يستخدم في القناة الخاصة بها أن تعرف أكثر. قناة روسيا اليوم اسأل أكثر، كان هذا هو الشعار. قناة فرنسا أو القناة الفرنسية كن على علم قبل الجميع، وقناة الجزيرة الرأي والرأي الآخر. في كل الأحوال إذا كانت مواقع الإنترنت والقنوات الإخبارية مع نهاية التسعينيات ومع نهاية عام 2011 كانت تعتمد الجزيرة فجرت الدنيا عبر الرأي والرأي الآخر، قناة العربية استخدمت أسلوب جديد بصفتها قناة سعودية مستقلة، ألا وهي ما يسمى بالمنوعات الإخبارية، إن الأخبار تخش في الانترتينمنت، تكون الأخبار لطيفة وسريعة وإيقاعها لاهث. القناة الفرنسية الإخبارية استخدمت إيقاع شاب، وقناة البي بي سي العربية استخدمت المالتي ميديا. على أي حال من الأحوال، بغض النظر عن الشعارات، بغض النظر عن المدارس المختلفة لهذه القنوات الإخبارية، الكعكة الأهم التي سوف نراها في عام 2012 لمواقع القنوات الإخبارية أو للقنوات الإخبارية، ربما مع بزوغ قنوات إخبارية جديدة زي سكاي نيوز العربية التي سوف نراها في عام 2012، والتي يتوقع لها أن تأخذ كعكة جديدة من المشاهدين العرب وغيرها من القنوات. التحدي سيكون أين هو الإعلام التفاعلي والتشاركي. نحن الآن في مرحلة جديدة من الإعلام مع تقديرنا الرأي والرأي الآخر، مع تقديرنا لشعار أن تعرف أكثر وغيرها من الشعارات التي استخدمت وتستخدم، وتباعا الصور سوف نعرضها لهذه القنوات ومواقعها والشخوص المسؤولين عن المواقع الإلكترونية لهذه القنوات والإخبارية. طبعا ده المسؤول عن العربية نت، موقع العربية نت الذي جاء طبقا للترتيب في المرحلة الأولى، وأيضا المسؤول عن القناة الفرنسية الإخبارية. الإعلام التفاعلي أو دمج إعلام الناس، إعلام المواطن، شهود العيان، وما يسمى بمشاركة الناس
في هذا الموضوع ده. طبعا المدير المسؤول عن BBC أسئلة بلا قيود كما كان الشعار. الإعلام التفاعلي هو الشعار. حتى الآن لم نرى تجربة، رأينا محاولات هنا وهناك. يمكن القناة BBC تكون أكثر تفاعلية بالموقع الخاص بها وبالإعلام التفاعلي. يمكن القناة الفرنسية برضو لها حظوظ في ان هي تستمع الى الناس، وهناك برنامج خاص في هذا الموضوع، لكن لم نرى تجربة لاعلام تفاعلي جديد ومغاير يكون جذاب جدا. لان الاعلام التفاعلي لو تم او راينا مدرسة او منهج جديد هنرى نسبة مشاهدة عالية جدا، لان الناس هتحس ان هي بالفعل مشاركة في الحدث. هناك نسبة من التفاعلية، المشاهد لم يعد سلبيا، بل هو في قلب الحدث له رأي يحترم ومادته يتم بثها. لم نرى إلى الآن سواء في الجزيرة، في العربية، في BBC، في القناة الفرنسية أو في التلفزيون المصري أو غيرها من القنوات ما يسمى بتجربة واعدة للإعلام التشاركي والإعلام التفاعلي، وهو التحدي. القناة سكاي نيوز التي سوف تنطلق في عام 2012 سوف تقوم بخدمة جديدة ليست تفاعلية تماما، ولكن سوف تقدم خدمة تحليل الأخبار ثانية بثانية. لا توجد هناك برامج في هذه القنوات زي الجزيرة والعربية، برامج حوارية، ولكن سوف على طول الخط هناك من قلب الحدث بث مباشر للأخبار من أي مكان مباشرة، انتقال من هنا إلى هناك ومن هناك إلى هنا. لكن التحدي والسؤال الذي نسأله نحن في عالم الميديا، وأيضا من قبل الأكاديميين، وأيضا المشاهد الذي يسأل، أين هو الإعلام التفاعلي الجديد الذي سوف نشعر به؟ لا توجد تجارب إلى الآن. وحي فوربس العربية أو الشرق الأوسط على أن هي مهتمة بالميديا الجديدة، الإعلام الجديد اللي هو عمل ثورات في المنطقة العربية. قام الثورة المصرية وهي بالأساس ثورة الفيسبوك، ونحن هنا في IT شو منذ عام 2001 نتحدث عن ثورة الإنترنت وثورة التكنولوجيا، ومستمرين. الثورة مستمرة ولن تقف، ولكن أين هو الشكل الجديد للثورة عبر الميديا؟ هذا ما أبحث عنه شخصيا، وهذا ما يبحث عنه برنامج IT شو. مواقع جيدة بالفعل للقنوات الإخبارية وغيرها من القنوات، وأصبح موضوع الموقع ليس طرفا. كنا نتحدث مع رؤساء القنوات ورؤساء تحرير الصحف لعدة أشهر سابقة: من فضلكم الموقع شيء مهم يبقى عندنا شبكة اجتماعية، مهم تواجد القنوات على تويتر وفيسبوك ولينكد إن وخلافه من المواقع التفاعلية. كان الحديث في بعض الأحيان يكون جذاب لهؤلاء الرؤساء، وفي بعض الأحيان يكون أنه ليس بالمهم. عام 2011 أثبت أن المواقع الإلكترونية، الشبكات الاجتماعية، الإعلام الاجتماعي، إعلام الإنترنت أصبح مهم جدا للشاشة. وتحدثنا سابقا في أحد الحلقات عن التلفزيون الاجتماعي. السؤال الآن: كيف تندمج أو يندمج الإعلام الاجتماعي، إعلام الإنترنت مع الشاشة، مع شكل الشاشات؟ التلفزيون المصري مطالب جدا ان هو يقوم بهذه التجربة، لان المشاهد المصري والعربي عطشان جدا او جائع لان هو يرى نفسه اعلام حر وايضا اجتماعي وشبكي. سؤال مرة اخرى في هذه الفقرة وبعد هذا التقييم من فوربس الشرق الاوسط: ما هي القناة التي سوف تقدم خدمة تفاعلية حقيقية تعبر عن المشاهد الجديد وتدمج الميديا التقليدية او القناة الفضائية بالإعلام الجديد أو إعلام الشبكات الاجتماعية أو إعلام الإنترنت؟ حتى الآن لا توجد إجابة، والسؤال مطروح من قبل IT شو. نذهب لفاصل لنتعرف كيف يتم تأسيس الأعمال. أعتقد عزيزي المشاهد سوف تستفيد جدا من هذا الفاصل الذي سوف نقسمه ما بين الفقرات. من بعده سوف يكون معنا حوار مهم جدا. أول كتاب باللغة العربية يتم نشره على أمازون، اللي هو المستودع الأكبر أو المتجر الأكبر في عالم الكتب، خاص بأبرز التقنيات، وهي تقنية الأوجمانتد رياليتي أو الواقع المعزز. هتستفيد جدا وهتستمتع في الفاصل وفي الحوار القادم. احنا مهم قوي ان نعرف البيزنس بلان ايه بالظبط اللي مطلوب. انت سواء بتبتدي بيزنس جديد او سواء انت عندك بيزنس عاوز تتوسع فيه، بتحتاج انك لما تروح للمستثمرين تبقى موضب الكلام اللي انت بتوضبه ده هو اللي احنا بنسميه البيزنس بلان او خطة الاعمال. خطة الاعمال دي بتروح تعملها في شكل برزنتيشن وبتقدمها للمستثمر بتاعك. البيزنس لما بيتطور شويه الحقيقه في اي وقت من الاوقات بتحتاج انك تعمل خطة اعمال حتى ليك انت.
فخلينا نتكلم دلوقتي على خطه الاعمال اللي انت بتحتاجها لما تكون رايح تعمل برزنتيشن لمستثمر، سواء كان في المرحله الاولانيه للبيزنس بتاعك او كان في مرحله لاحقه لما يكون البيزنس كبر لحجم معين انت محتاج تجيب له تمويل اكبر عشان تقدر تتوسع وتكبر اعمالك. الحقيقه في اقسام رئيسيه لازم تشملها اي خطه اعمال. من ضمنها ان انت لما بتبتدي تتكلم على خطه الاعمال زي ما انا قلت دلوقتي بيبقى في نوع من التعريف، زي ما انا عرفت كده خطه الاعمال دلوقتي ايه هي، انك حاجه بتحط فيها نبذه عن البيزنس بتاعك لشخص خارجي انت بتكلمه. عشان تتكلم عن المشروع بتاعك او انت عاوز توصل لايه لازم تحط تعريف في الاول. المقدمه اللي انت بتعملها بتحط فيها فكرتك بوضوح. يعني مثلا لما نيجي نتكلم على حاجه زي النساجون الشرقيون، لما جه بيبتدي المصنع بتاعه كان في ذهنه انه يحط سجاده في كل منزل في مصر. فبيبتدي يقول احنا بننشئ مصانع للسجاد او مصنع للسجاد، هدفنا اننا نعمل سجاده في او نحط سجاده في كل بيت. لو نيجي نتكلم على موبينيل قال لك المحمول في يد الجميع. المحمول في يد الجميع يعني هو برضو واضح من اول يوم، حاطط حاجه كلير او واضحه للمستثمر بتاعه او حتى للموظفين بتوعه انا عاوز اعمل ايه الغرض من هذه الشركه. فعاده في المقدمه بتحط الغرض من هذه الشركه. تاني حاجه بتحتاج تحطها الحقيقه هي التيم. ليه انا اقتنع كمستثمر ان مجموعه العمل دي اللي هي قائمه على مشروعك او على فكرتك دول يقدروا يحققوا دي. فهنا بتيجي انت لما تيجي تتكلم على التيم او فريق العمل لازم تتكلم على امكانيات التيم ده وخبراته. خبراته هتقول لي برضو في ناس بتقول لما طب انا لسه بيزنس ناشئ وعندي شباب لسه متخرج اقول عنهم ايه؟ اقول عن افكارهم، اقول عن تعليمهم، اقول على الحاجات اللي هم عملوها قبل الجامعه واثناء الجامعه، ولو كان في بعد الجامعه عملوا اي مبادرات مهمه جدا جدا. لان المستثمر بيبقى دايما بيبص على ايه عندك اللي هو متفرد انت فيه اللي يخليني اقتنع ان انا اراهن عليك. وعاوز اقول اكتر من كده ان في اوقات كتيره جدا بتلاقي المستثمر بيكون في المراحل الاولانيه للبيزنس بيراهن على الشخص نفسه او فريق العمل، ومن هنا بتيجي اهميه ابراز مواهب او نقط تفرد التيم ده بالمقارنه ل اي تيم تاني ممكن يكون جاي يقدم فكره. وانس احنا اتكلمنا على انا عاوز اعمل ايه، واثنين